جارتي اتخانقت في السوق وضربت الراجل البياع. كل ده عشان ايه؟ تعالى اقول لكم. لقيتها بتخبط عليا ومنهاره جدا. مالك النهارده؟ فيكي ايه تاني؟ قالت لي الحقيني يا اختي بالله عليكي، انا جوزي قال لي نفسي اكل اكله سمك مشوي، رحت عشان اجيب سمك، الراجل بيقول لي هاخد على كيلو الشوي 30 جنيه. قلت له 30 جنيه ايه؟ انت جاي تسرقني؟ هم 10 جنيه كفايه على الكيلو. قال لي لا ابدا، انا باخد على كيلو السمك 30 جنيه شوي. قلت لها وعملتي ايه؟ قالت لي رحت ضربته وقعد يزعق في الشارع وحدفته بالكيس في وشه وخدت بعضي وجيت. قلت لها طب ايه اللي مزعلك؟ قالت لي ما انا مش عارفه اعمل ايه في السمك ده، انا جوزي طالبه منه مشوي. قلت لها خلاص اقليه. قالت لي ما عنديش زيت والزيت غالي. قلت لها بس كده ولا يهمك، انت عايزاه مشوي وزي بتاع بره والجاهز بالظبط؟ قالت لي قلت لها ده انا هعمله لك بخلطه جباره احسن وانضف واجمل من بتاع بره كمان، وهشويه لك وبطريقه سهله وبسيطه. تعالوا بينا بقى كده نصلي على سيدنا النبي الحبيب. حطوا الكومنت بتاعكم في الفيديو الجميل، وعايزه اشكر كل حد بيكتب لي كومنتات وبيقول لي كلمه حلوه، ربنا يجعله في ميزان حسناتكم يا رب. بشكر حبايب قلبي اللي كتبوا لي كومنتات وقالوا لي احنا منين، اللي من السودان واللي من الجزائر واللي من المغرب واللي من السعوديه، ناس كتير جدا جدا كتبوا لي. يلا اكتبوا لي على الفيديو ده كمان، قولوا لي انتوا منين علشان كومنتاتكم تطلع معايا الفيديو الجاي. مشرفيني ومنوريني. اهم حاجه بس حطوا لايك للفيديو، شير للصفحه عشان نكمل 5000 اخ واخت. يلا بينا نشوف عملنا السمك لجارتي ازاي. اول حاجه في الكبه عندنا او في الهون زي كده، حطيت 4-5 فصوص توم، وحطيت معلقه من الكمون، وظبطت الملح بتاعي، وقرن فلفل حامي على قرن فلفل رومي، وضربتهم زي ما انتم شايفين كده، فرمتهم كويس قوي. في بوله تانية عندي هنا طماطم، وعندي جزر مبشور، وعندي كمان بصل، وعندي فلفل كله متقطع مكعبات زي ما انتم شايفين. طبعا حبايب قلبي السمك يعني ليمون، هنحط بقى هنا كميه ليمون على قد ما نقدر نحط ليمون. تمام كده تمام كده. بعد ما نخلص الخلطه دي كده حطينا الدقه اللي هي زي ما قلنا تاني، ملح وكمون وتوم وقرن فلفل حامي على قرن فلفل بارد. تقدري طبعا تستغني عن الحامي خالص، ولكن بيدي تيست كده للسمك جميل جدا جدا زي بتاع بره كده. تمام. هبدا هنا بقى على الخضار اللي انا قطعته ده، بصلايه، جزرايه، طماطمايه، فلفل برضو بالشكل ده. هفرم بقى كده كله في بعضه، وهي دي الحشوه اللي هنحشي بيها السمك بتاعنا بالشكل ده، علشان خاطر كده يبقى طعمه جميل. عايزه اقول لكم الخلطه دي بقى بتتغمس، بتبقى جميله جدا وزي العسل. طبعا هنا انا غاسله السمك الغسله التمام بشويه دقيق وشويه كمون وشويه ملح. كمون حطي سنه كمون في الميه، هتلاقي ريحه السمك كده بقت معاكي حلوه قوي. تمام. وكمان بالليمون، ويعني المهم غسلنا السمك بتاعنا زي ما انتم عارفين بقى يا بنات، غسل السمك ده مهم جدا. وهبدا هنا زي ما انتم شايفين هحط بقى ايه، بعد ما قلبت الخلطه دي كويس قوي هعصرها كده بالمعلقه لحد لما تنزل ميتها بالشكل اللي انتم شفتوه ده. هبدا هنا اخد كده الخضار ده كده، وهبدا اني انا اصفي منه الصوص الجميل ده. هتقولي لي الله، طب ما هو ده اللي هيدي طعم للسمك. اصبري بس تعالي معايا. شفتوا بقى الصوص الحلو ده كده؟ احنا خلاص حشينا السمك بالخضار. هنيجي بقى على الصوص الجميل اللي احنا عملناه ده. هبدا ازوده بس ربع كوبايه من الميه، ولو انت شايفاه عايز ملح هتزودي له شويه ملح وعصره ليمونه برده. وده الصوص اللي احنا في الاخر هنعمل بيه، هنشرب بيه السمك المشوي. تمام. طبعا هنا الخضار هيدي طعم حلو قوي طبعا للسمك، وريحه جميله وكل حاجه، ولكن مش اللحم من جوه، لان ده سمك كبير، اللحم من جوه هتلاقيه دلع معاكي. لكن الخلطه اللي احنا عملناها دي بقى هتبداي ان انت بعد ما تشوي السمك خالص ترشيها عليه من فوق، يا اما اثناء الشوي. انا بحب اثناء الشوي اشرب كده ايه بالخلطه اللي احنا سايبينها على جنب دي السمك وهو بيتشوي، علشان خاطر يشرب كده وهو على النار. بتلاقي اللحم بتاعه كده دايب دوب، وكمان متطعم من جوه ومملح وطعمه جميل جدا، لان اللحم بتاعه ساعات من جوه بيبقى مش واصل له الصوص وبيكون طعمه دلع. تمام. هبدا هنا عندي رده طبعا ناعمه، هبدا اغلف بقى السمك بتاعي بالشكل ده. تعالوا بقى هنا على البوتاجاز بتاعنا من فوق، ولا فرن ولا اي حاجه، احنا عايزين ووعدنا جارتنا ان احنا نعمل لها السمك زي بتاع بره الجاهز بالظبط. هجيب هنا الصاجه بتاعه الفرن بتاعتي عادي، هحطها على النار. اول ما تبدا تسخن معايا هدهنها كده دهنه زيت، وهبدا انزل فيها زي ما انتم شايفين بالسمك بالشكل ده. هتقولوا لي ايه ده هيدخن ويبهدل الدنيا؟ اطلاقا اطلاقا. اولا الشفاط بتاع المطبخ شغال، ثانيا يا حبيبه قلبي انا بس عشان الكاميرا قريبه من الصاج فببين عندكم والاضاءه اني عامل دخان شديد جدا، ولكن طبعا مش عامل دخان شديد ولا حاجه، لان انت بتشوي سمكتين، فمش زي بتاع السمك يعني بيبقى حاطط كميه كبيره على الشوايه، لا. فجميل جدا جدا، حاجه نظيفه، انت عارفه انت بتعمليها ازاي في البيت. الخضار كمان اللي انت عاملاه غسلاه كويس وبعنايه وحاجه كويسه اهو. دول كان اول 2 معايا، طبعا اتشلفطوا شويه ولكن مش مشكله، الباقي ما شاء الله طلع زي الفل. وادي الصوص زي ما بقول لكم. هنا ببدا هنا بقى ايه، اول
اول ما الاقيه دخل على سوا كده ابدا بقى اشرب بقى كده للسمك وهو على النار. عايزه اقول لكم اني العماره ريحتها اتقلبت والناس بقت تخبط عليا. طب انتي وفري لنا بقى، احنا مستعدين تخليك تعملي لنا الكيلو ب 20 جنيه بدل 30 جنيه من بره، اعملوه لنا بس كفايه ان يبقى بالطعم والريحه اللي احنا شميناها دي. انتوا رايكم ايه يا جماعه؟ شايفين ان انا اعمل كده ولا ايه بالظبط؟ طبعا انا بحبكم جدا وبحب طبعا ان انا اقعد اهزر وبضحك معاكم، وبس بتمنى من حضراتكم حاجه. انتوا عارفين طبعا ان الصفحه دي بتبقى باب رزق للواحد، فبتمنى من حضراتكم تساعدوني فيها بان انتوا بس تعملوا شير للصفحه، تعملوا لايك للفيديو، تساعدوني بالكومنت بتاعكم اللي بتعبروا فيه عن رايكم وبتقولوا لي كلمه حلوه، ربنا يجعله في ميزان حسناتكم، ربنا يبارك لي فيكم يا رب. وكمان عايزين نوصل بقى قريب قوي 5000 اخ واخت متابع، يعني ان شاء الله لما اكمل 5000 متابع على الصفحه باذن الله تتفعل، وربنا يا رب يجعلكم سبب في الرزق اللي يخش لي ليا والاولادي. بحبكم في الله يا احسن متابعين في الدنيا. كل اللي بطلبه منكم بس ان انتوا تشيروا الصفحه على قد ما تقدروا بس كده، وجربوا السمك بالطريقه دي هيعجبكم جدا جدا. واستنوا مني ان شاء الله وصفات جايه كتير قوي، المدارس داخله معجنات بقى وحاجات حلوه قوي قوي. وانا وجارتي برضو، جارتي مش هتسمني ورايا. طبعا تعالوا بقى هنا بقى نشوف بقى الزبده اللي احنا عاملينها في البيت. ليه المحل يتنك علينا ويقول لنا الكيلو الشوي ب 30 جنيه؟ يعني انا واخده كيلو السمك ب 80 جنيه ولا ب 70 جنيه البولتي علشان كمان تاخد عليه 30 جنيه شوي؟ ليه حرام الكيلو يقف عليكي ب 100 جنيه ولا ب 100 وشويه عشان جايباه جاهز؟ طب على ايه؟ طب ما انت اهو صاجه على النار بتاعه الفرن وبداتي ان انت تشويه بحاجات ويعني خطوات بسيطه، يعني ما عملناش اي حاجه. فاعملي كل حاجه في بيتك للاولاد نضيفه الصحيه زي ما قلت لك. عايزه اقول لك ان كان طعمه بجد خطير. يا رب يكون الفيديو عجبك النهارده، ما تنسيش بقى لايك وشير للفيديو. مع السلامه.